منطقة سيدي بوجنان الحدودية بولاية تلمسان يطالبون بضرورة فتح الحدود بطريقة قانونية لخلق نشاط بالمنطقة الذي غاب عنها ليجعلهم يعيشون وضعية مزرية جراء انتشار البطالة. نتابع التفاصيل في تقرير مراسلنا من تلمسان أمين مسعودي. من سيدي بوجنان بولاية تلمسان في آخر نقطة حدودية مع المغرب، كاميرا النهار تقف على معاناة من نوع آخر يعيشها سكان الحدادة، والسبب غياب البديل عن التهريب، مطالبين في نفس الوقت بفتح الحدود بطريقة قانونية للخروج من العزلة التي يعيشونها. رانا نعانيو بزاف مشاكل هنا في ناحية الحدود، بلعوا علينا الحدادة وما دارولناش بديل. الشباب هنايا راه متهمش، راه ضايع، راه يدور غير للحرقه، راه يدير مشاكل، يدور بزاف. من بلعت هذا مول القهوه عنده 24 مليون كريدي تاع طروامي تاع البراس، تمشي مول الحانوت عندها الكريدي يقول لك اودي تاع الخبز تاع التيبان باكير. الناس راه دير الكريدي في الخبز وفي القهوه والحليب، خدينا من صوالح اخرين. لسنا تجار مخدرات، شبابنا غرر به فقط، والسبب غياب البديل، هكذا قال سكان الحدود. تيكيه تاع التهريب تاع مخدرات وحنا لا ماشي كيما هاد صحاب سيدي بوجنان، صحاب العشاء، بلديه السواني كامل لي جون تاع 17 عام 18 عام راه مستغلينهم. بصح كي يكون خدمه وقرايه وتهلا فيه وتوعيه تقول له ودي هذه الطريق لا هذه منا ماشي نعدموك. ابناء الحدود يناشدونه، فهل من آذان صاغية أم أنهم سيصبرون بلا حدود؟